هو انا ليه تايه في الدنيا كده فعلا؟ ليه على طول حاسس اني لوحدي، مفيش صحاب، مفيش فلوس، مخنوق مكتئب، الحياه كسرتني حرفيا. السلام عليكم. معاك محمود، شخص كان تايه في الدنيا من غير ما يعرف هو عايش ليه ولاجل ايه. لو عايز تعرف احنا ليه تايهين في الدنيا، كمل الفيديو. الطريق واضح من الاول وكان مرسوم ليك، وما كانش فاضل غير انك تتحرك وتقول انا جاهز. امشي بس، انت امشي بس انت قلت لا، انا هختار طريق تاني، مع ان الطريق كان خلاص جاهز، طريق سهل ومريح ومعروف اخره من اوله. لكن مشكلتك انك اخترت طريق تاني، انت ولا عارف اوله ولا عارف اخره، ولا عارف هل الطريق ده صعب، مليان شوك او ازاز مدلوق في الارض. انت حرفيا اخترت غلط. وده للاسف اللي حضراتنا كلنا عملناه دلوقتي في الحياه. ربنا قال لك انت بس اعبدني وليك التوفيق، انت بس خليك في الطريق وملكش دعوه هو هيكمل. ازاي هتوصل؟ ازاي؟ انت مالك؟ قال لك خليك في الطريق، بس احنا نسينا مش اكتر، نسينا الطريق ونسينا رب الطريق، نسينا الدين ونسينا رب الدين. فبالتالي هو نسينا. غريب صح؟ انت نفسك دلوقتي بقيت غريب، كل يوم بتنزل الشغل مطحون، ترجع مطحون، وكل همك كام جنيه من واحد انسان زيه زيك، ضعيف محتاج زيك. مشكلتك انك اعتمدت على من لا يعتمد عليه، بس انت ضايع عشان كده، عشان مشيت في الطريق الغلط. لو حرفيا عايز تعرف هو ليه الحياة صعبة او مش صعبة بالمطلق، هي ليه في خنقة، ليه مفيش مثلا راحة نفسية او ارتياح ما بيني وبين نفسي. يعني انك مش مدرك انت بتعمل ايه. حرفيا انت حرفيا اخترت تكون حيوان ناطق، وربنا ما خلقكش كده اصلا. ربنا خلقك انسان واعي بيتفكر، عارف ان في كيان اعظم، اقوى، اكبر، هو اللي بيدير الكون كله، هو اللي بيدير الكون كله. مشاكلك دي ولا حاجة، فقرك، مرضك، احتياجك ده ولا حاجة قدام رب العالمين. عارف اني طولت شوية واني المفروض تلاقي حل واقول لك على حل، لكن الحل فعلا انك تبطل تعيش حيوان، عيش انسان مدرك بوجود رب هو اعلم بيك، مدرك انك محتاج شيء واحد، وهو ان يكون في رابط بينك وبين ربك. مش رابط بينك وبين مديرك او صاحبك او واحدة كذا او واحدة كذا، وناس هم برضو ضعاف، هم زيك بالظبط. يعني انت ما تفرقش عنهم كتير. فهنا تختار تكون انسان ولا تختار تكون حيوان تاكل وتنام. بس